عملها اللي في الحضانه وانت لسه كومبارس. كنت بقول لك ان بيراميدز عنده 6 سنين وهيكبر يبقى عنده 7 سنين، يبقى في كي جي 2. ما اعرفش ولا اولى ابتدائي السنه دي بقى، الله اعلم. المهم، ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ يا رب الكل يكون بخير. ده فيديو خفيف مش طويل، في رسالتين بالتحديد لجمهور الاهلي، فئه معينه صغيره، ورساله تانية لجمهور الزمالك او الاغلبيه العظمى من جمهور الزمالك، ونتكلم كلام فني عن الماتش في دقائق سريعه اخر الفيديو. ان اخواتنا الزملكاويه، الناس اللي بعتت لي على الانستجرام سواء بتهزر بالادب او الناس اللي بتشتم والاهلي ركبكوا، بيراميدز خد مكانكوا وركبكوا ولاد مش عارف ايه، بشوف فئه زملكاويه كده، الله يشفيهم، على الفيسبوك لا الانستجرام من نادر بصراحه، لا ما فين وفين اذا شفت حاجه سيئه على الانستجرام، لكن مسجات الفيسبوك فيها شتيمه شويه مرضى. هبقى احط لك برضو لينك الانستجرام اللي بستقبل عليه الرسائل وبندردش انا والناس، واللينك بتاع بيدج الفيسبوك على في الفيديو، في الديسكربشن بتاع الفيديو او في الوصف بتاع الفيديو. عزيز الزملكاوي اللي بتحفل عشان ننجزه ما نطولش، اخوك سان داونز لعب 3 نهائيات في تاريخه، دي قلتها على الفيسبوك بعد الماتش مباشره. لعب 3 نهائيات في تاريخه، 2001 2016 2025. ال3 نهائيات قدام فرق مصريه، انت الفريق الوحيد اللي طرقع له على قفاه. يعني لما حد يقعد مع مشجع من سان داونز يقول له يا معلم ايه النجمه اللي على التيشيرت دي، يقول له والله دي نجمه دوري ابطال افريقيا. اذا انتوا لعبتوا نهائي قبل كده وكسبتوها؟ يقول له اه لعبنا 3 مرات. مع مين ال3 مرات؟ يقول له مع فرق مصريه. وكسبت مين؟ طرقعت للزمالك بس. يعني جاب النجمه دي منين؟ من المهندسين. منين من المهندسين بالتحديد؟ من 100 صرم وحلاوه. عشان لو عايز تروح يا معلم هناك بيوزعوا نجوم في افريقيا. النجمه الوحيده اللي على تيشيرت صن داونز على قفاك. ال3 فرق اللي لعبهم صن داونز في النهائيات مصريين. فاهم حاجه؟ فانت طالع تحفل عليا انا عشان ما خدتش البطوله الثالثه على التوالي، عشان ما خدتش خامس بطوله في اخر 6 سنين، عشان ما لعبتش سادس نهائي على التوالي، عشان ما لعبتش النهائي الثامن في اخر 9 سنين. عزيزي المعتوه، الله يخليك احترم عقولنا يا رجل. احترم عقلنا يا معلم، الله يخليك. التحفيل له اصول برضه، ما يبقاش بالعته اللي انت فيه دوت. انا مش هدلس زيك واقول لك ان انا مش فارق معايا ان صن داونز ياخد البطوله ولا ما ياخدهاش. هو مش فارق، بس انا ما اتمناش بيراميدز ياخد البطوله. فاهم حاجه؟ يعني بيراميدز خد البطوله خلاص، اكيد ما كنتش اتمنى بيراميدز. شفت ده الفرق بيننا وبينك، احنا مش هندلس. مفيش اهلاوي هيقول لك انا اصل بيراميدز فريق مصري وانا كيني. ما انا بقالي سنين بلعب نهائي افريقيا وبلعب بطولات ومحافل خارجيه، وكل الاعلام عندك وانت بتطلع زي اي طبق بليله تقف تقول ايه الاهلي بيمثل نفسه بس. انت بتحاول تشوف حاجه هتضايقني انا فتفرحك. هو ده كل ما في الموضوع. انت في مخيلتك ان الاهلاوي النهارده قاعد هيجرى له حاجه، والعياذ بالله بعد الشر عن كل الناس سواء اهلاوي او زملكاوي او اي انتماء، يعني هيجرى له حاجه عشان بيراميدز خد البطوله. لا احنا مش زيك. انا بيراميدز هيخسر البطوله هنطلع نحفل ونهزر ونزيد عليكم انتوا الاثنين وبنسكت، ما بنطولش. تحفلنا بعد الماتش نصايه ساعه وخلصت، يعني ما مش قصه. انما انت متخيل ان انا قاعد متضايق، فده بيفرحك. انت اللي بيبسطك مش تتويج فريقك او ان فريقك يبقى بطل او ان فرقتك يبقى ليها شكل خالص. ابسولوتلي على راي الليمبي. انت اللي بيبسطك انك تشوفني متضايق، فاروح العب مع باتشوكا تغلب تطلع تبقى فرحان وتمشي في الشوارع هتقلع ملط. العب مع صن داونز واخرج من افريقيا مثلا تروح تمشي في الشارع هتقلع ملط. اتغلب مع اي فريق في كاس واخرج او اتغلب في الدوري تمشي في الشارع هتقلع ملط. طب انت يا ابني حالك لا سوري عدو ولا حبيب. يا ابني كومبارس في افريقيا وخارج من استنبلوش ما احبوش، مش مشكله. المهم الاهلي ما يكسبش. فاهم حاجه؟ عشان كده هتفضل كومبارس اللي في الحضانه اللي لسه في بقه بزازه وبيرضع. خد افريقيا، هيلعب كاس عالم للانديه ويلعب انتر كونتيننتال. يبقى روح شجعه بال 500 جنيه بقى والوجبه. خد معاك وجبه سناك بوكس بتاعت الاجنحه دي اللي بيوزعوها، واطلع على الاستاد يلا وخد لك 500 جنيه، واطلع اتبسط هناك وشجع بيراميدز. وقول في بيتها، في بيتها اعمل زي الخضري كده بتاع الجرجير في بيتها. المهم، رساله الجمهور الاهلي اللي تهمني بالنسبه لي، استاذنك الحته دي بالتحديد تسمعها كويس عشان ما تكتبليش كومنت من النص، لان انت لو سمعت اول 20 30 ثانيه هتتضايق، بس لما تسمع للاخر هتعرف ان عندي حق وانت هتقول لي اه يا اسلام عندك حق. اتفقنا؟ طيب. فاكر من اول ما جه كولر بعد 3 او 4 شهر ليه قلت لك انه مدرب على قده لا يليق بنادي الاهلي. الناس القديمه اللي معايا على الفيسبوك، الكلام ده انا قلته كتير فهتلاقيه منتشر على الفيسبوك، واي حد من الفولورز اللي عندي اللي موجودين على البيج سالته يقول لك اه اسلام من 3 4 شهر ليه، بالتحديد من بعد ماتش الهلال السوداني في الخرطوم اللي خسرناه 1-0 اللي كان بدون جمهور. قلت خلاص كده النهارده لعبنا كل الناس خلصانه. وديلت ماتش الخمسه بتاعت صن داونز قلت لهم هناخد 5. اسال الناس اللي على البيج بتاعت الفيسبوك. فكان في نوعين، او في نوع واحد مقسوم لاثنين من جمهور الاهلي. كان في نوع بيعارضني، سيبك من النوع اللي متفق معايا ده اكيد مش هوجه له رساله ما هو متفق معايا، انما النوع اللي كان معارض
معايا رايي وشايف ان كولر مدرب كبير، بالتحديد بقى بعد ما خد افريقيا ومشينا وكملنا وست بطولات، سبع بطولات، 10 بطولات، 11. النوع ده منقسم لقسمين. فيهم نوع متربي كان بيتناقش معايا زي اي انسان طبيعي ويقول لي لا يا اسلام انت ازاي شايف كولر مدرب مش كبير؟ يا راجل ده مدرب محقق معانا مش عارف 4 بطولات، 5 بطولات، 7 بطولات، وهكذا لحد ما المقدار بتاع البطولات بيزيد. فهنا طبيعي كنت بشرح للراجل المحترم ده بمنتهى الادب وجهه نظري. في اللي كان بيقتنع وفي اللي كان بيقول لي والله يا اسلام انا مش بتاع فنيات زي ما انت بتتكلم، انا راجل عايز المدرب يجيب لي بطوله. برضه ده راجل محترم، حتى لو انت ممكن تشوفه ايه ده مش فاهم حاجه يا اسلام سيبك منه، لا عيب. الراجل اختلف معاك بالادب وبيكلمني يقول لي يا اسلام طب انت ليه شايف ان الراجل مش مدرب مخضرم او مش قد النادي الاهلي؟ وليه شايف ان ما هو كل الناس نجحت معانا وبتاع؟ كنت بدي اسباب بشرح. انما في نوع تاني بقى، ده اللي بوجه له الرساله، النوع اللي هزق يا معلم، النوع اللي كان بيقعد يشتم يلعن في سلسفيل ابونا كلنا. اي حد كان، اذا كنت انا او اي شخص بيتفق معايا في الراي في ان كولر مدرب مش مخضرم، هنا كنت بلاقي كميه ناس من احقر مما تتخيل، شتيمه بالاهالي والاب والام والسباب بالدين مش هقول لك بقى اهلاوي زي لا يا عم، بني ادم زيه مصري وقد يكون مسلم من ديني. طبعا ده ملوش دعوه بالديانات عشان خاطر او الشرايع بتاعت ربنا عشان ما حدش يقول لي يعني المسيحي يسب لك، لا طبعا، ولا انا اسب للمسيحي ولا المسيحي يسب. بس بوصل لك انك ممكن بني ادم يسب لك ويخرج عن المله عشان انت بتنتقد مدرب. ده لو ابوك المدرب ده ما ينفعش حتى تشتم، دي كوره يا ابني. فهمت؟ انا بقى ليه بوجه بقى الرساله دي؟ فهمت؟ كانت في ناس دايما تطلع تقول لي كده، انت عايز كولر يهاجم صن داونز بعد ماتش 0-0 هناك اللي عملناه في بريتوريا الذهاب بتاع الدور اللي قبل النهائي. طلعت في اللايف على الفيسبوك، اغلبيه الكومنتات كانت معرضاني وانا مش زعلان لان برده كانت في ناس كتيره مؤدبه، الاغلبيه كانت الحمد لله محترمه. لما انتقدت الراجل وقلت يا جدعان الماتش بتاع النهارده ده كان افضل فرصه نكسب فيها صن داونز هناك ونرد اعتبارنا، كان افضل ماتش نديهم 2 3 في ملعبهم على الاقل. في ناس طلعت تقول انت بتقول ايه يا اسلام؟ ده محترمين على راسي. خلاص لا يا اسلام احنا شايفين احنا عملنا ماتش كويس واللايف، ما اعرفش اللايف اتمسح ولا لا. اللايف بيتمسح على الفيسبوك يا جماعه بعد 30 يوم اوتوماتيك، مش انا اللي بمسح عشان تبقى فاهم. الفيسبوك بيمسح اللايفات من على البيج بتاعت الفيسبوك بعد 30 يوم. فشوف بقى انت التاريخ، لو لقيت اللايف لسه ما عداش عليه 30 يوم خش اتفرج هتلاقيني قلت لك كده. قلت احنا هنرجع هنا نتعادل في القاهره لان كولر هيسجل جول ويرجع يرص الاتوبيس وفي الاخر هنتخبط جول. كلمتين موجودين على البيج بتاعت الفيسبوك. فتطلع الناس بقى اللي ايه، صن داونز ما ينفعش تتهاجم، صن داونز لازم تلعبها دفاع وتلعب على التحولات. هم حافظين مش فاهمين، دول مش فاهمين كوره ب 2 جنيه. انت لو من الناس اللي كانت بتقل ادبها فالكوره مش مجالك، اقعد اتفرج بس ساكت، تصدعنا مش تقرفنا، عشان لو زنقناك في سؤالين ثلاثه مش هتعرف تجاوب. طربوش زيك زي كولر، طربوش مش فاهم حاجه. انت مش فاهم حاجه، مش فاهم ايه تحولات، انت بتسمع بس المحللين الجهابزه اللي بيقعدوا يشيدوا بكولر عشان جمهور الاهلي يرضى عليهم فيجيبوهم على القنوات، فانت بتردد الكلام اللي هم بيقولوه، انما انت مش فاهم حاجه. انت لو فاهم حاجه مش هتقف تقول احد الجملتين دول. خدها يا معلم من اخوك نصيحه، اللي تسمع منه الجملتين دول سد ودانك معاه، قول له انت صح. اللي يقول لك المباريات بعض المباريات تكسب ولا تلعب، واللي يقف يقول لك ايه اصل الفرقه دي ما ينفعش تهاجمها، مع الاختلاف في كلمه بعض المباريات تكسب ولا تلعب عشان دي ممكن تسمعها من ناس كتير بس في ناس بتقولها صح. ايه هو اللي تقولها صح؟ يعني مثلا نهائي امبارح دوري ابطال اوروبا او نهائي افريقيا النهارده، هنفرض ان كان بيراميدز وحش بس كسب، فلما تيجي تحلل تقول يا معلم والله بص هم كانوا وحشين بس خلاص ما دام كسبوا فالمباراه دي تكسب ولا تلعب وخلاص. مش اللي هو هيقول المدرب يقول لعيبته وزمايله او لعيبته في اوضه اللبس يا جماعه احنا هننزل نكسب مش هنلعب. مفيش حاجه اسمها كده في الكوره، مفيش حاجه اسمها كده. انما لما ابقى في نهائي مش افضل شيء وكسبت خلاص هبلع الموضوع. انما طول الموسم انا وحش واجي في النهائي برضه ابقى وحش واكسب، انا هطلع اقول لك ان انت وحش وما تستحقش. يعني بيراميدز فنيا يستاهل، انا مش هنكر بمنتهى الامانه، بيراميدز يستاهل فنيا، عشان كده بقول لك هنيجي فنان للاخر. ادي صن داونز، شفت يوريتشيتش النهارده لعب بطريقتين، طريقته وطريقه كولر. لما لعب بطريقته وهاجم وفضل ضغط على صن داونز الشوط الاولاني مش صن داونز مش موجود باستثناء الانفراد اللي ضيعه الواد اللي ما عندوش فكره ده، معرفش ضيعه ازاي. دغري انا ما كنتش عايز بيراميدز يكسب، انا مش هنافق، لكن ما يفرقش معايا فاهم، يعني مش قاعد حزين بقى لا لا خالص، مش احنا دول، فاهمني. صن داونز بيراميدز قام مسجل الاولاني والشوط الثاني قام مسجل الثاني، يوريتشيتش انكمش. طب ليه يا معلم؟ قام اتخبط جون وكان هيضيع منه البطوله، لولا الرعونه ولولا ان في كوره بتاع الطرد المرعي اللي زق فيها الواد، طرد رسمي، طرد رسمي. الكره دي لو للاهلي كان زمان الصحافه المصريه والاعلام بتاع الزمالك طالع يقول لك عرفتوا البطولات بتكسب ازاي، عرفت التحكيم بيعمل ايه، عرفتوا الاهلي بيكسب بطولاته الحرام ازاي، تسمع ليله زرقاء. فهم نظم رسمي طرد على مرعي وفاول من بره ال 18، لكن
مش مهم، ما يفرقش معانا. فنيا بقى عايز اقفل لك حاجه سريعا كده عشان ما نطولش بقى اكتر من كده، كفايه. شفت امبارح باريس سان جيرمان النهارده بيراميدز لما النجوم مشيت؟ ده سلاح ذو حدين، وجود النجوم. باريس سان جيرمان كان عنده ميسي ونيمار ومبابي وما عرفش ياخد اوروبا ولا مره. مشيت الناس ديت هي دي وجود النجوم في الفرق، سلاح ذو حدين. شفت مبابي لما راح الريال مراتراتها نجوم، الدنيا بايظه. بيراميدز لما مشى نجومه وعبد الله التعيس والناس اللي بتاعت اللقطه والناس اللي عايزه فلوس وبتروح تتصور وبتعمل استشوارات واللي بيراميدز ما خد افريقيا. يستاهل فنيا مش هنكر، حتى لو كان اخر تلت ساعه او اخر 25 دقيقه في الماتش ما كانش افضل شيء، ايه يعني وارد تبقى وحش في 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه شوط. انما بيراميدز من اول الموسم يوريتشيتش بصراحه بيقدم كوره كويسه جدا، الحق اتقال. يستاهلوا البطوله. انا ولا بقول لحد لا مبروك ولا ما مبروكاش عشان ما تقوليش كان يومين، لا هم يستاهلوا فنيا لا اكتر ولا اقل. احنا كان معانا سباك الحمد لله نور في داهيه، لان الراجل ده كان هيودينا هناك كاس العالم برضه، رص الاتوبيس ويرجعنا في فضايح، فمش طالبه بيني وبينك. ان شاء الله نتفائل خير مع ريبيرو، وباذن واحد احد نعمل كاس عالم هايل ونرجع بمكانه تليق بينا باذن واحد احد المتفائل، وان شاء الله خير. لحد كده مش عايز اطول عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.